لكن المهم إن بعد التعب ده كله الحمد لله لقيت شغل. السلام عليكم، ازيكم؟ أنا أحمد وكنت عامل سلسلة البحث عن عمل في أمريكا، والحمد لله يعني ما شاء الله المشاهدات يعني ما شفتش أرقام قبل كده على القناة. فالنهاردة دي الحلقة الأخيرة، والحلقة دي أنا مش هعمل فيها مونتاج كتير، أنا بس هتكلم مجرد بس كلام وأنا قاعد هنا، مش هطلع برا البيت عشان الجو حر جدا برا بصراحة، فمش ماليش خلق إني أصور برا، فهصور هنا في البيت. المهم أنا النهاردة أقول لكم نتيجة كل ده إيه في الآخر، وهل دي فعلا آخر حلقة ولا لأ. فده موضوع الحلقة النهاردة، فخليكم مع الفيديو، متنسوش تعملوا فيديو لايك وشير سبسكرايب واكتبوا الكومنت بتاعكم، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. في أول حلقتين أنا روحت أماكن كتير جدا على أرض الواقع، يعني روحت الأماكن وسألت عندهم لو عندهم شغل، وفي منهم اللي كان فعلا محتاجين ناس وقالوا محتاجين ناس وقدمت معاهم. لكن أنا حابب أقول لكم إن من كل دول ولا واحد فيهم أو ولا محل فيهم رد عليا، بعت لي إيميل حتى بيرفضني فيهم، وأصلا ما ردوش. انا مش عارف بصراحه ايه تفسير دوت، بس المنطقي ان انت لما بيكون في حد عامل ابلكيشن مقدم على الشغل بتاعك، انك حتى كل ادب تقول له ان احنا اخترنا حد وشكرا جدا على الاقل يعني. لكن بصراحه انا ما شفتش حتى ايميل بيقولوا فيه ان هم مش عايزيني او خلاص، لا مفيش اصلا رد. ف ده دليل، او ده مش دليل، ده اثبات على ان انا في الاول قلت ان المدينه ميته من حيث فرص العمل وكده، لان مش عارف بصراحه الحل، لكن ده شيء طبيعي لان انا اولا ما عنديش اي خبره في طريقه ان هو اشوف الابلكيشن بتاعي اصلا، ممكن يمسحني خالص او ممكن ما يهتمش ليا. ايا كان السبب، بس المهم ان في الاخر ان انا من كل اللي احنا رحناهم دول ما لقيناش هو شغل. زي ما قلت التفسير الوحيد اللي انا لقيته لغايه دلوقتي ان بس هما ان المدينه هنا ما فيهاش شغل كتير، ده اولا. ثانيا ان انا ما عنديش اي خبره، فطبيعي ان هما الاغلب ما يهتمش ليا اصلا. لكن في حاجة أنا كنت ناسيها خالص، أو يعني مش ناسيها، متجاهلها بصراحة، كنت في دماغي بس كنت متجاهلها. أنا ما سألتش أي حد من اللي أنا أعرفهم هنا، أي حد عايش من هنا من زمان أو مولود هنا، سواء بقى مصري عربي أيا كان مين هو، بس المهم إن هو صاحبي أو زميلي أو أعرفه، عن الشغل. هل أنت بتشتغل؟ هل لقيت شغل قبل كده؟ ودي بصراحة كنت مأجلها للآخر، لأن أنا كنت عارف إن ده اللي هرجع له في الآخر. فانا الحمد لله عملت كده. النهارده كان صلاه الجمعه، طلعت من الصلاه واتكلمت مع حد انا عارفه، صاحبي وزميلي في كل حاجه، وهو من المغرب، واتكلم معاه وشرح لي كل حاجه تقريبا. طيب ايه هي الحاجه اللي هو شرحها لي؟ اسف على مقاطعتك، بس صدقني لو انت فوت الحته دي من الفيديو، صدقني انت هيفوتك كنزين ما ينفعش يتفوتوا، وعمرك ما هتعمل فلوس بالدولار شهريا بشكل دائم. انا النهارده جاي اتكلم عن اكاديميه الدخل الدائم. الاكاديميه دي انا بدرس فيها، وجاي اتكلم عنها لان انا شايف انها بصراحه تستاهل ان انا اوفر لها جزء من الفيديو عشانها، وجاي لك النهارده بكنزين عمرهم ما يتفوتوا. تخيل معايا يا عزيزي المشاهد انك تبقى قاعد في مجتمع في مدربين على المستوى، في دورات بتنزل كل فتره، دورات عن ازاي تعمل فلوس بشكل شهري ودائم، كمان معاك ناس شبهك بيدرسوا زيك، بتكلمهم تتكلم معاهم، بتشرح لهم اللي انت عملته او بتشاركهم انجازاتك. وكمان غير كل ده معاك احمد اللي هو انا بتسمعه دلوقتي بيدرس فيها، ممكن يكلمك فيها كمان، تتكلموا مع بعض هناك. المهم ان الكنزين اللي انا هتكلم عنهم اولهم هو كنز انا بصراحه شايفه مهم جدا، هو حاجه اصلا مش موجوده في اكاديميات مشهوره جدا. الكنز هو ان حضرتك جوه مش هتلاقي بس كورسات تقول لك ازاي تعمل فلوس، لا كمان في كورسات بتقول لك ازاي تدير الفلوس دي لما تجيلك صح، وكمان تزودها وتحافظ عليها. الكنز التاني هو الكنز الاهم والكنز الكبير قوي بصراحه، يعني الحته الكبيره ان حضرتك دلوقتي لو دخلت على اللينك اللي هتلاقيه في الوصف ودخلت على الاكاديميه، هتلاقي ان هم عاملين عرض اشتراك مدى الحياه، يعني ليك ولاحفادك ولاحفاد احفادك، عمره ما ينتهي، بما ان الدورات ما بتنتهيش وكل فتره بتنزل دورات جديده. الفكره بقى ان الاشتراك مدى الحياه ده عليه خصم 75% لو استخدمت كود في اي بي 75 اللي هتلاقيه قدامك في الشاشه دلوقتي، وتاخده كوبي، ده الكود بتاعي، وتخش على اللينك وتشترك في الاكاديميه، هتاخد خصم 75% عن الاشتراك اللي هو مدى الحياه. والسعر بصراحه بعد الخصم مع وجود كل المميزات اللي انا قلت لك عليها بصراحه حاجه ما تتفوتش. واتمنى ان كل الناس تخش على اللينك اللي في الوصف او في اول كومنت، وتخش على اللينك وتكتب الكود اللي هو في اي بي 75، وتدوس تسجيل وتخش في الاكاديميه معانا، عشان بجد انا بصراحه شايف ان هي كنز لا يفوت بالسعر ده، وكمان باللي جواها ده، ومفيش حد بيشرح الحاجات دي بالسعر ده. فانصحك انك تلحق دلوقتي قبل ما العرض، انا مش عارف يخلص امتى الصراحه، هيخلص ان هو الفتره محدوده. وبس كده، خليكم مع الفيديو وبسجله في الأكاديمية. هو شرح لي ان هو، او مش هو بس، يعني اغلب اللي في سننا دلوقتي من العرب او ان الناس اللي هم عارفهم هنا بيشتغلوا نفس الحاجة، اللي هي التحكيم. التحكيم أنا في حد مشهور، يعني في، لو تعرفوا عمر ايمن، فهو واحد من الناس اللي بتفرج عليهم دايما بصراحة، بحبهم. هو نفسه شغال حكم، لكن انا ما كانش في دماغي الموضوع ده خالص، لان يعني مش عارف بصراحة. بس انا سألته وقلت له هل اصلا اي حد ممكن يشتغل كده؟ قال لي هو مجرد بس انك كورس بتاخده
تخلصه بتشتغل من غير اي حاجه، مفيش اي تعب يعني، مفيش حتى ان هم بيختاروا ناس وناس، لا لا، انت بمجرد ما تخلص الكورس بتنزل شغل من هنا. ليك مش عارف كام ماتش في الشهر، 3 ولا 4 ولا 2، والله ما فاكر الرقم. بتاخد مثلا في الماتش مش عارف كذا كذا. في النهايه قال لي ان ده كسننا احنا هو شيء كويس لينا، ليه؟ لان هو في الويك اند بس يعني. انا دلوقتي يا جماعه بكره ان شاء الله اول يوم مدرسه. ف وانا سهران الساعه 3 الفجر، وبكره من المدرسه، يعني ربنا يسترها، ما علينا. المهم يعني ان هو قال لي ان ده مناسب لوقت المدرسه، لان احنا بنكون في المدرسه، فطبيعي ان انا مش عارف اشتغل في نفس اليوم، لان انا برجع الساعه 3 ونص المدرسه. فهو قال لي ان ده مناسب جدا، ان انت مش بتحكم ماتشات غير في الويك اند بس. فانا بدات ابحث في الموضوع، وبدات اعمل اللي هو قال لي عليه. وفعلا الموضوع طلع ابسط مما كنت متخيل. انا كنت متخيل بقى ان هم بيختاروا ناس معانا بس، والموضوع صعب وكده، ولازم انت مش عارف سريع وكده. الكلام ده كله مش موجود، انت مجرد بس بتاخد الكورس. هو صراحة قال لي ان في كورس بتاخده اونلاين، وفي تدريب بتنزله على ارض الواقع. بعدين الكورس طبعا بفلوس، بس المهم ان انت بعد كده بتشتغل، بتبقى موجود معاهم. هو الموضوع طلع ابسط مما كنت اتخيل، وان كان اجره مش قوي، بس انا بشتغل معلش يعني. انت بتتحكم ماتشين بس في الشهر، او 3 ماتشات في الشهر، وبعدين في الويك اند بس اللي هو يومين في الاسبوع مثلا، يعني قول كله على بعض ممكن ساعتين في الاسبوع. فمش منطقي ان انت تاخد مثلا $1000 في الشهر. هو الموضوع بس ان هو شيء اجربه، اكون على الاقل نجحت في التحدي. وان كان نجاح، اعتقد ان هو بالنسبه لي كتير ده شغل مش هيبقى حاجه بالنسبه لهم، او ممكن يبقى حاجه بجانب حاجه تانية. ولكن انا الحمد لله المهم ان انا لقيت حاجه ممكن ان انا اعملها مقابل فلوس. بس ده اللي كان هدف من السلسله من الاول، وان كان الاجازه خلصت خلاص. بس نعمل ايه بقى؟ الخلاصه من كل ده ان انا الحمد لله لقيت شغل. اي نعم، ما كانش زي اللي في مخيلتي، بس على الاقل لقيت شغل. ان انا كنت حاطط في الاول يا جماعه شروط صعبه قوي للتحدي، ان انا يعني شايفين سني، يعني سني لسه مكمل 16 سنه من كام شهر. كمان ما عنديش اي خبره، كمان المدينه اصلا صعب انك تلاقي فيها شغل. ففي حاجات برضو مش ما ساعدتنيش ان انا الاقي شغل بسهوله. فعشان كده بقول لكم ما تاخدوش جنب القياس على كل حاجه، تمام؟ طيب هل كده يا احمد السلسله خلصت؟ هي بصراحه خلصت كارقام، بس انا احتمال ان شاء الله لما انزل الشهر اصور لكم فيديو، او احطها لقطه في فيديو في النص. فاتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه، وعامل لايك للفيديو، وكومنت، وكل الحاجات دي، واعمل شير، ابعت الفيديو لصاحبك او اي حد حابب يشوف الفيديو. ولو حابب تدعم القناه ماديا، تقدر انك تدوس على زر الانضمام في القناه، وتختار اي باقه انت تحبها. او كمان ممكن تبعت لي سوبر ثانكس في التعليقات باي مبلغ انت عايزه. وكمان غير كل ده، ما تنسوش انكم تخشوا دلوقتي حالا تسجلوا في الاكاديميه بالكود اللي هو VIP 75، عشان تكونوا موجودين معايا في الاكاديميه، وندرس كلنا مع بعض ان شاء الله، ونعمل فلوس كلنا مع بعض. وفلوس بطريقه حلال ودائمه شهريا، يعني مش حاجه بتتجمع مره واحده، لا، فلوس بتبقى كل شهر بتجيلك بشكل ثابت عن طريق بيزنس موديلز مختلفه، ومشهور دلوقتي وبتنجح دلوقتي. غير كل ده زي ما قلت، الاشتراك مدى الحياة عليه 75% كورسات، وكمان مجتمع بتسأل بعض، ومدربين على مستوى. غير كل ده زي ما قلت برضو ان في كورسات بتقول لك ازاي تدير المال بتاعك بعد ما يجيلك ان شاء الله. فيلا مستني ايه؟ خش دلوقتي على الوصف، اول كومنت خش على اللينك وسجل بالكود، وخش معانا في الأكاديمية عشان نبدأ نشتغل مع بعض. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. متنسوش تدعموا القناة بكل اللي انا قلته ده، برضه لايك وشير وسبسكرايب وكل الحاجات الجميلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.